حبايب، شلونكم؟ اخباركم؟ شاركونا بخير ورمضان مبارك عليكم. ان شاء الله يعود عليكم صحة وسلامة. طبعا انا اول مرة هاي اقول هاي هيك شغلات، لان انا من قبل يعني رمضان ها هي احنا نقولها بالتركي. فان شاء الله اليوم اخلي ماما تقعد وتسوي شو اسمه هيك، يعني خليها مثل الاميرات شلون يقولون. اليوم انا اسوي العشاء راح اسوي يعني الفطور مو العشاء، لان اليوم رمضان واني حتى كل شي ما مخليه على وجهي، شوفوا مسلوقة سلق. وهسه راح اسوي لكم اياه. طبعا اليوم حسوي لكم هاي الفخاد مالت الاجنحة، مالت الاجنحة، شنو قصدي فخاد مالت الدجاج، وعلى طريقته. طبعا انا كلش احب هاي الطريقة، فان شاء الله يلا خلينا نشوف لكم الطريقة كليتها. انا هاي الفخاد الدجاج انا اللي اسوي لها صلصتين. فاول شي اسوي لها صلصة، والصلصة الثانية راح اشوف لكم اياها ورا ما اطلعها من الفرن. طبعا صايمة واذا سحقت يعني عادي، يعني تعرفون سحقاتي. فاول شي راح اقول لكم شو المقادير. طبعا انا شو هاي خليتني هنا، بس يلا ما عليه شي. اذا غلطت يعني بالهذني عادي، بالتركي وعربي اذا خبطت يعني عادي، راح اكتب لكم اياها هنا. هنا عندي بصل باودر، هاي صحيح. وهاي عندي زنجفيل، يعني شو اسمه زنجبيل تذكرته. وهنا عندي بابريكا حارة وباردة، وملح وفلفل اسود. وهنا عندي ملعقتين او ملعقتين ونص من الزيت، هاي خليتها عينك ميزانك. وهنا عندي هاي البهارات البوتيتا اللي هاي جبتها جديد وعشقتها عشق. طبعا سويت يعني كلش طيبة تطلع، راح اسوي لكم وصفات بالبوتيتا يجوز بقناتي لو بقناة ماما ما اعرف. وهنا عندي هذا كبارت مطوزور، يعني هذا البيكنج باودر، هذا تجيكم ظرف، بس انا حخلي ربع الظرف مو كليته. وهنا عندي صامصة توزو، يعني الفلفل الثوم، لا الثوم البودر. فلفل الثوم راح اخلي من عنده. وهسه راح اخلي هاي الدجاج. طبعا نقعته بالخل والمي لمدة ربع ساعة. اخليه على صفحة واخلي عليه البهارات. طبعا عندي هذا البصل ما ادري شلون، يعني ما ادري شلون مكلس، ما ادري شلون. هاي جبناه وظل عندنا ما حد استخدمه، بس انا استخدمه بالاكلات. هسه انا شاري الاسباتولا هنا، وراح اخلي عليه الزيت. وبعد راح اخلي عليه، راح اطلع منه ملعقة مال شاي، اخلي عليه بس ملعقة مال شاي. راح تسألوني ليش اخلي عليها من هذا البيكنج باودر، يعني لانه من راح اخليها باول تتبيله او اول بالشوي راح تطين شويه، يعني تطين اياها تحمرها ما ادري شلون، هي هيك يعني تطين تسويها يعني كريسبي. هاي هم خليت من عندها ملعقه قليله، يا راح تطلع منها. هاي ما فات حتى ننسى ناسيه. يعني ملعقه مال شاي اخلي من عندها، خليته هوايه، يلا معلش. وبعدين راح نخلطهم. وهسه حبايب طبعا انا حخليها، يعني اخلي فوقها الكيس. هسه حبايب راح اخليهم يرتاحون 40 دقيقة، وبعدين راح اخلي عليهم الكيس الغذائي. واذا كل ما اذا خلوهن بسرعة بعد احسن، بس لان احنا بعد عندنا وقت للاذان راح اخليهم يرتاحون يصير بعد الطعم بيها اطيب. وهسه حبايب طبعا بعد ما خليتهم 40 دقيقة، وهسه راح اخليهم بالبايركس. طبعا انا خليت هنا ورقة زبدة، وراح اخليهم خلي هذول هيك. طبعا انا ما اقدر الزم الدجاج بايدي، شلون الواحد مثل اللي عنده فوبيا، انا عندي فوبيا من الزم الشي هيك، مثل الدجاج اشيله بايدي او اللحم. هسه عندنا اثنين، جوز لو اخليهم هيجي.
هاي هنا راح اخليهم طبعا حبايب. هسه انا حميت الفرن وهاي راح اخليهم هسه بالفرن. راح اخليهم لمدة 40 دقيقة او اول ما تشوفوهم يصيرون شوية كريسبي وبعدين نطلعهم. وراح اسوي لكم الخلطة الثانية او الصوص الثاني انا بنطلعها بالنهاية. هسه تعالوا خلينا نسوي التمن او شوف راح نسوي النوب. هسه حبايب راح اخلي الصوصة الثانية راح اسويها. طبعا ما عليكم بالاصوات. طبعا مثل ما قلت لكم عندي شو اسمها بعد انا ما قلت لكم طبعا. خليت شو اسمها فلفلايتين باردات اذا عندكم حار بعد احسن. وياها شو اسمه ثوم. وبعدين اخليهم بالفرن اخليهم ينشوون وبعدين اقشرهم وبعدين اذا عندكم مكسر خلوهم بالمكسر واذا ما عندكم مكسر خلوهم هيك يضلوا يعجنون بيهن ما يصير شكلهم نفس هاي. وبعدين اخلي عليهم هذا الباربيكيو صوص اللي ياخذ له سكرين. وبعدين اخلي عليهم هاي ملعقتين اخلي عليهم من الباربيكيو صوص وملعقة واحدة من العسل. وهاي صرفت بعدين. وبعدين همات اخلطهم هيك. واذا عندكم مكسر طبعا يصير بعد احسن ويصير الخليط مالكم يعني هيك يصير سلس. بس يلا ما عليه شيء. اول شيء راح اشيل دوري. هسه حبايب طبعا اجا باباكي بابو وهسه راح اشوف لكم الدجاج شلون صار شكله يخبل. والله عاشت ايديك. ابو ورده ابو المثل شي يقول لك الما عنده بنيه يموت موته رديه. وهاي يقول لك البنات يقول لك ما نريد البنات. عم الما عنده بنيه ما يسوى شيء. بابا خلينا له شو اسمه. انا 3 4 5 6 لا 7 كشمش 8. هذا الكشمش انا ما ما نحبه. هسه احنا هاي بس انا بدي اسوي لكم اياها هاي السفره. يعني قصدي جاي تسوي هاي ورده سوت السفره. والله عاشت ايدك. انا طبعا كنت بعد انا ما ضقت يعني هسه انا ما ضقت شلون اضوق؟ انا اضوق يلا حكوم. والله العظيم انا كنت نايمه ومالي خلق. اسم الله عليكم كلياتي. انا حيقولون هسه كل واحد مخلي اثنين وواحده ليش ورود. لا انا ما احب هواي الدجاج اخلي بس واحده. نباتيه نباتيه نباتيه. مجتمع. وانا اكل كيلو عادي يعني. اي هو انت اذا كلت لك 15 شيش مال شو اسمه مال هذا كباب شلون ما يريد ياكل 3 مال 4. ولهنا حبايب هسه حشوفون هاي السفرة بعد ما شفتوها كلها ما حسلكم اياها شوية لوقو شوية صغير. وبعدين تعالوا خلينا نلتقي ورا الفطور شوف ايش راح نسوي حلو. هسه حبايب جينا لفقرة الحلا. طبعا راح اسوي لهم كاستر. طبعا هسه ماما جت ويانا طبعا يعني شوية قامت من ورا شو اسمه هذا الفطور. يعني شلون سويتي الفطور؟ يلا احكيني شلون. لا عاشت ايدك. شلون طعم هذا الكموع. الكموع هي تسمي طبعا الفخذ تسميه كموع. والله عاشت ايدك روعه والتتبيله حيل طيبه. يعني اني اختبركم ايش اسمهن هاي الخلطات لازم تذوقون من ايدي فد يومات يعني مو يوم واحد يومات. اسم الله عليكم كلياتي. فد مرة يعني من ما أشرب ماي كلش أتأذى. خلي كاستر والله ايه فكلش أتأذى. اسم الله عليكم حيل ومن ما أشرب ماي هواية يعني. أنا قبل رمضان هاجت علي فما كنت يعني متوقعة هيك. كم وحدة؟ خاشوقتين حطي وحدة. تبي لما هاي يسموها وشوية وياها وحطي هسه لأن أنا عينك ميزانك. هنا خلينا 4 قلاصات حليب وهاي هواي دورت عليها. اي فمن ما اشرب ميه هواي خاصة برمضان كلش اتأذى يعني بحيث اصفاح اثنيناتهم كلش اتأذى حيل اتأذى. خلي بعد شوي لان ما اريد حيل ثخين. اي مو كافي. يصير. وانا هاي جبتها من العراقي. شنو كاستر؟ كاستر اي. يعني برمضان حيل اتأذى. من ما اشرب مي هواية بايام العادية واتأذى يعني مو يعني برمضان. الحمد لله والشكر. الله ينطي صبر للبشر. اي يلا خليه. راح
راح تخليهم ورود على الطباخ، وتدرون يعني بس يسخن بعدها تخليهم بالكاسات. هسه حبايب بعد ما كملت الكاستر صار هيك شكله. طبعا ماما وبابا يحبون فوقه جوز مبروش، وانا فوق اذا فوق يريد عاد نخلي له. وهيك صار حلى رمضان مالتنا. فان شاء الله عجبكم، واذا تحبون هيك فيديوهات انزلكم اياها على قناة ماما كتبوا لنا بالتعليقات. اذا جيت لهاي الدقيقة كتبوا لنا بالتعليقات، انا بدي اسوي لكم فيديوهات اكثر واكثر. فان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم للقناة، واحبكم هواي هواي.